كيكات البراونيز اللي دايره بوم وحاله في جميع مواقع التواصل. فعلا كيكه توب، قمه الروعه. الغريب في الامر مكونات اللي هي جد بسيطه كتواجد ديما عندك، والطريقه اللي هي جد سهله كنحصلوا على كيكه اروع من رائعه. كتجي كيكه خفيفه معلكه هشيشه. اما بالنسبه للمذاق فاكيد حاضر، مذاق معشوق الجماهير صغير وكبير، مذاق الشوكولا الذي يعشقه الجميع. نتمنى الا جربتوا الوصفه عجبتكم ما تخليوش فيديو عندكم، بارطاجيوه مع جميع الاصدقاء والعائله لتعم الفائده. شكرا قليله في حقكم، كنشكركم فيما كنتوا ولا كنتم مازال ما اشتركتوا. تنقول لكم مرحبا و100 الف مرحبا بالجميع. قبل ما نبدا ونصليو كاملين النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندي واحد الكاسرول، كاس بعبار كاس العنبه ديال الماء، وكاس بومبي ديال السكر سنيده اللي غادي نقص منه تقريبا نصف غنحتفظ به. عندي هنايا ساشي د لافاني، وعندي نص كاس ديال بودره الكاكاو. من الاحسن تكون من نوعيه جيده باش كيعطينا المذاق زوين للكيك. هنايا العبار تقريبا 3 ديال المعالق. ضروري ثم ضروري بودره الكاكاو كتغربل باش كنتخلصوا من داك الحبيبات اللي تكون صغيره ما كتذوبش في الخليط، كتبقى هكاك محببه. من بعد هنا غادي نضيف نص كاس اللي كيشتو معايا زيت شويه على الكاس، عفوا بعبار كاس العنبه ديال الزيت نباتيه، وغادي نضيف واحد المعلقه بومبي ديال الزبده. انا هنا استعملت غير الزبده ديال البواطه، تقدروا تستعملوا الزبده ديال الاكل. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه بومبي ديال قهوه سريعه الذوبان. يعني هاد المكونات باش غادي نحصلوا على المذاق ديال الشوكولا اللي كنخدموا به البراونيز. هنا راني وضعت الكاسرول فوق نار مع التحريك المستمر مع طبيعه الحال باش ما يتقعد لياش الخليط في القعر ديال الكاسرول ويعطي لي مذاق ديال الحراق. من بعد ما خليته تقريبا واحد بضع ثواني من طلعت له ديك الغليه مزيان، غنضيف واحد المعلقه بومبي ديال الشكلاط ديال الدهن. تقدروا تستغناو عليها اللي ما كنتوش كتوفروا عليها، اولا تعوضوها بقطع ديال الشكلاط تقريبا 5 ديال القطع. عندي هنايا غادي نخلي الخليط الاول جانبا. من بعد غادي نحتاج لواحد 3 ديال الحبات ديال البيض متوسطين، الا كانوا كبار استعملوا غير 2. عندي هنايا قبيصه الملحه ومبشور ديال البرتقال، تقدروا تعوضوا مبشور الحامض، وفاني تقدروا تستغناو عليه على المبشور وتستعملوا الفاني. المهم اننا نتخلصوا من الزفوره ديال البيض في الكيك ديالنا. غادي نخدموا البيض والسكر مزيان، يعني حتى غادي يبيض لينا البيض. من بعد هنايا غنبدا نضيف داك الخليط اللي كان برد شويه، ما نستعملوش سخون بزاف، نخليوه شويه حتى كيوصل لدرجه الحراره ديال المطبخ ونخدموا به. هنا مع التحريك المستمر غنخدموا المكونات مزيان حتى غادي ينسجم ليا الخليط اللي ضفت على البيض. من بعد غادي نضيف واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه الشوكولا باش كنمشيو في المذاق المنسجم ديال الشكلاط. تقدروا تعوضوه باي ياغورت عندكم، المهم الشكلاط كيسرع لنا الكيك هنايا، يعني كيزيد لنا في الفوليم ديال المذاق ديال الشكلاط. اللي ذاقوا غادي يقول بان فيه نسبه الشكلاط عاليه، وهي غير واحد النسبه قليله غنحضروا كيك ديال البراونيز اللي كيجي لذيذ بزاف. من بعد هنايا غننتقلوا مرحله غنضيفوا فيها الدقيق اللي كيكون متعدد الاستعمالات. سبق ليا وغربلته. غنضيف الكاس الاول بعبار كاس العنبه والكاس الثاني. هنا بالنسبه للكاس الثالث غير النصف، يعني العبار ديال 2 كيسان ونص ديال الدقيق. من بعد هنايا غادي نخلط المكونات مزيان كتشوفوا معايا. فإلا وصلتوا معنا حتى لهاد اللقطه هذه كنتمنى انكم ديروا لنا واحد البصمه صغيره، لايك، بارطاج، اشتراك للقناه من اجل دعم والاستمراريه والمزيد ثم المزيد من الوصفات. كنشكركم بزاف لانكم عطيتوني دقائق من وقتكم الثمين. شكرا لكم ثم شكرا ومرحبا بالجميع. من بعد هنايا ما ضفت هنا نص كاس ديال الدقيق. كي لاحظتوا معايا مازال الخليط عندي خفيف شويه، كتبقى الكميه ديال الدقيق على حسب النوعيه واش كيشرب ولا ما كيشربش، وكذلك على حسب حجم البيض. هنايا ضروري نحصلوا على هذا الخليط اللي ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل. كذلك عندي بالنسبه هنايا الخميره الحلويات 2 خمارات الوزن 8 غرام، المجموع 16 غرام. ضروري حتى هما يتغربلوا باش كيعطيونا واحد النتيجه زوينه في الكيك ديالنا.
كيجي خفيف خفيف وهشيش وطري. عندي هنايا كذلك واحد المعلقه ديال الخل، انا عندي هنايا الخل ديال الحامض، تقدروا تستعملوا اي خل عندكم. هنايا غادي ندخل المكونات مزيان وغادي ننتقلوا مرحله ديال اننا غنحتاجوا لواحد المول اللي سبق ليا دهنته بالزبده وغبرته بالدقيق اللي خلطته هنايا عفوا بالكاكاو، باش لان هنايا الكيك ما يجيناش شهب من بعد ما يطيب ونخرجوه من الفران. غادي نوضعوا هنايا الخليط ديالنا، ضروري كنهزوا يدينا شويه باش كنسمحوا الهواء يدخل لينا في الخليط ديال الكيك ديالنا باش كيجينا مهوي وخفيف ويجينا طالع. هنايا بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، استعملوا اي مكسرات عندكم. انا استعملت هنايا اللوز كونكاسي، واللوز هنايا عاوتاني قطعته قطع صغيره، واللوز عندي ايفيلي، يعني استعملت الانواع ديال اللوز كاملين. تقدروا تعوضوا اللوز بالكاوكاو اولا تقدروا تخليوا الكيك ديالكم عاديه. كنعطيكم مجرد افكار وانتم غتفنوا في الكيك ديالكم. غندخلها الفران اللي كيكون سخون من قبل شويه، درجه الحراره كتكون اقل من المتوسط، نخليو الكيك يطيب لنا وياخذ حقه في الطياب. تقريبا خدات ليا 45 دقيقه في الفرن ديال الغاز. هنا بالنسبه للتزيين كذلك كيبقى اختياري، انا وضعت خطوط الشوكولا وكذلك خليت الشكلاط كيسيح في الجوانب. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كيك البراونيز اللي داير ضجه وحاله في جميع مواقع التواصل. فعلا كيكه طب قمه الروعه، كتجي اروع من رائعه. كيكه كتجي خفيفه معلكه هشيشه. اما بالنسبه للمذاق فيا سلام، المذاق الذي يعشقه الجميع، مذاق الشوكولا. انا متاكده ان الكيك غادي تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم كنتمنى ما تخليوش فيديو عندكم، بارطاجيوه مع جميع الاصدقاء والعائله لتعم الفائده والفيديو يوصل لغيرك وكذلك يشوفوه الاصدقاء ديالنا كاملين. كنشكركم بزاف على الدقائق اللي عطيتوني من وقتكم الثمين، وكذلك على مشاهده الفيديو. باش تبقى صدقه جاريه ليك وليا، ما تخليش فيديو عندك بارطاجي مع جميع الاصدقاء والعائله، خليونا واحد البصمه صغيره، لايك بارطاج اشتراك. ما بقى لي نقول لكم بصحتكم وراحتكم، والكيكه ديالنا كتستاهل جلسه مع الناس العزاز بحالكم. عمرو شي بريري داتا يخلطوا عليا، انا كنتسناكم بصحه وراحه.